آه، المحاور الأساسية لهذه المداخلة سأتحدث من خلالها انسجاما مع طبيعة الجلسة حول المغرب، بمعنى سأجتزئ من البحث الذي بين أيديكم مجموعة من الفقرات ومجموعة من الأفكار حتى أبقى مقتصرا على المغرب وعلى موضوع التحالفات. سأتحدث عن خارطة الإسلاميين في المغرب ومشكلة الحكم في المغرب وتحالفات الإسلاميين حول طبيعتها وحصيلتها والملاحظات التي يمكن أن نستنتجها حولها، ثم ما هو أفق هذه التحالفات. خارطة الإسلاميين في المغرب هي خارطة متنوعة تبين كخلاصة أن الإسلاميين ليسوا كتلة واحدة منسجمة، وهذه هي طبيعة المغرب بالأساس، كما هي كتلة اليسار وكما هي كتلة اليمين بين قوسين هي كذلك غير منسجمة ومتنوعة. تتكون خارطة الإسلاميين المغاربة من ثلاثة روافد. الرافد الأول هو رافد الحركات الإسلامية، وأغلب الحركات الإسلامية في المغرب هي بمثابة انبثاق عن تنظيم الإسلامي الأم وهو الشبيبة الإسلامية. وفي هذا هناك ثلاث تنظيمات رئيسية: هناك التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي هو حزب العدالة والتنمية، وهناك البديل الحضاري وهو انطلق حركة إسلامية وانتهى حزبا بدون حركة دعوية، وهناك حركة الأمة، الحركة من أجل الأمة، وهي كذلك انتهت إلى حزب الأمة. والحزبين يعني البديل الحضاري والأمة هم حزبان يعانيان من مشاكل مع السلطة فيما يخص التصريح لهما بالعمل. ثم هناك التمثل الآخر للحركة الإسلامية في المغرب، وهو تمثل لم يأتي من رافد الشبيبة الإسلامية، وهو جماعة العدل والإحسان. الرافد الثاني للإسلاميين في المغرب هو التيار السلفي بمختلف تشكيلاته. وحينما نقول بمختلف تشكيلاته، سواء على مستوى مجال الاشتغال فهناك السلفية العلمية، وهناك السلفية الجهادية، وهناك السلفية الدعوية إلى غير ذلك من مجالات الاشتغال. ثم على مستوى التمثل التنظيمي للعمل، فبالتالي عندنا سلفية منظمة في جمعيات وأغلبها هي جمعيات دور القرآن والحديث، وهناك سلفية متمركزة حول أشخاص كما هو الشأن بالنسبة للفيزازي أو غيره. الرافد الثالث لخارطة الإسلاميين المغاربة هو الطرق الصوفية. والطرق الصوفية في المغرب أصبحت فاعلا أساسيا، خاصة بعد 11 سبتمبر أو بالأساس قبلها بسنتين مع مجيء الملك محمد السادس، ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر، ثم جاءت الأحداث في المغرب لأحداث 16 ماي 2003. فأصبح نظام الحكم في المغرب يتخوف كثيرا من التيار السلفي، فطرح فكرة إعادة هيكلة الحقل الديني، وتم لإيقاف المد السلفي بدأ الترويج للتيارات الصوفية. فأصبح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هو وزيرا صوفيا ينتمي إلى أكبر طريقة صوفية اللي هي الزاوية البودجيشية. الخلاصة كما وبالفعل يعني أصبحت الطرق الصوفية خزانا احتياطيا للدولة، وظفته كثيرا في فترة ما يصطلح عليه بالربيع العربي، لأن كان لها دورا مناهضا بشكل كبير لكل التيارات المقاطعة للاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوس. هذه عن خريطة الإسلاميين المغاربة. فيما يخص المشاركة في الحكم، هذه اللفظة في المغرب هناك خصوصية كبيرة جدا، لأنه يستحيل أن نقول بأن هناك حاكم آخر غير الملك ومحيطه، ويصعب جدا أن نقول بأن هناك من يشارك في الحكم في المغرب، لأن الإطار السياسي والدستوري والتجربة العملية وميزان القوة لا يسمح لأحد أن يشارك في الحكم. ولهذا عندنا في المغرب ربما المصطلح الذي نتميز به عن غيرنا من البلدان، عندنا مصطلح المخزن.
وهو شبكة العلاقات التي تنسج هي شبكة علاقات ذات إما مصالح سياسية أو اقتصادية أو فئوية إلى غير ذلك، هي التي تحكم المغرب، وهي التي تختبئ دائما وراء الملك. لذلك فالحاكم الفعلي على الأقل على المستوى المؤسساتي بالنص الدستوري هو الملك، ولا يمكن أن نقول بأن هناك من يحكم عوض الملك أو إلى جانب الملك أو مع الملك على الإطلاق، ولكن نقول بأنه دائما المشاركة في الحكومة وليس المشاركة في الحكم. والحكومة لا يمكن أن نصطلح عليها بأنها سلطة تنفيذية، ولكن في أحسن الأحوال هم مجرد موظفين سامين، ويعطي لهم الملك ما يشاء من صلاحيات تنفيذية تحت إشرافه بالأساس، وأحيانا ليست تحت مسؤوليته في حالة الفشل. عندنا مشكل في المغرب هو الصفة الدينية للملك، فالملك بنص الدستور هو أمير المؤمنين، وهو حكم بين الفرقاء، على اعتبار أن المغرب مكون من العرب والأمازيغ، وأنه سليل الدوحة النبوية، وبالتالي هو له هذه الصلاحية أن يحكم بين الفرقاء. وهذه الصفة الدينية للملك ليست صفة دينية رمزية كما هو الشأن مثلا في النمط البريطاني، باعتبار أن الملكة تسود وتحكم، تسود ولا تحكم، وهي رئيسة الكنيسة الأنجليكانية. لا، الصفة الدينية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين تخول له مجموعة من الصلاحيات السياسية والتنفيذية استعملها الملك الحسن الثاني، ويستعملها الملك محمد السادس بغزارة وبكثافة في الحقل السياسي المغربي. فهو رئيس المجلس العلمي الأعلى، ولذلك في فترة الربيع العربي وبعد صعود حكومة العدالة والتنمية، وفي إطار التفعيل يعني تفعيل مقتضيات دستور 2011، صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كريم بأنه سيعين كل الوزراء باعتباره رئيس الحكومة، وسيترك وزارة الأوقاف للملك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملك ليعين، باعتبار أنه هو الذي يحتكر وينفرد بتدبير وهيكلة الشأن الديني. الأمر الثاني دائما فيما يخص الملك هو التدخل الاقتصادي للملك، ولهذا لم يكن عبثا أن من أهم المطالب التي نادت بها حركة 20 فبراير في هذا الحراك الشعبي هو فصل الثروة عن السلطة، لأن الملك يعتبر الفاعل الاقتصادي الأول والذي يخرق كل مقتضيات المنافسة الاقتصادية. الأمر الثالث هو أن الملك لعله من آخر حواراته رد على كل من ينادي ويطالب بالملكية البرلمانية التي يكون فيها الملك مثل على النمط الإسباني أو البريطاني أو السويدي أو غير ذلك. قال بأن الملكية في المغرب هي ملكية تنفيذية. الأمر الرابع أن الملك يتحكم كما قلت بانفراد في المجال الديني وكذلك في المجال العسكري، وهو رئيس السلطة القضائية. أخطر من هذا كله، الملك لا يقتصر على هذه الأمور، ولكنه عبر السنين كان دائما ينشئ حزبا سريا هو الذي يتولى الصراع السياسي مع باقي الفرقاء السياسيين. بدأت تجربة في الستينات مع أحد مستشاريه رضا قديرة، ثم بعد ذلك مع أحد زملاء دراسته عثمان، وحينما جاء محمد السادس لم يشد عن هذه القاعدة أو عن هذه البدعة، فكانت أوحى أو بصيغة أخرى والأمور أصبحت حقائق، لأنه خرج واحد من القصر كان ناطقا باسم القصر اللي هو حسن أوريد، وقال بأن حزب الأصالة ومعاصرة هو حزب أسس بموافقة الملك. إذن صلاحيات الملك وطبيعة الملكية في المغرب والصفة الدينية للملك سترون بأنها هي المحدد الأساس للتحالفات التي تصاغ داخل المغرب. بل إن التدخل الكثيف للملكية في الحقل السياسي اخترقت حتى التنظيمات السياسية، فأصبحت
أغلب التنظيمات السياسية لا تتميز باستقلالية قراراتها في صياغة التحالف، ولهذا ستجدون بأن أحيانا هناك تحالفات خارج منطق الطبيعة على الإطلاق. تحالفات الإسلاميين في المغرب، هناك تحالفات في شق الحكومة وهناك تحالفات في شق المعارضة. تحالف حكومي في المغرب تقوده العدالة والتنمية، ويضم كذلك 3 أحزاب. يضم حزب التقدم الاشتراكي وهو الامتداد الطبيعي للحزب الشيوعي المغربي، وهناك حزب استقلال ونعتبره حزبا أقرب إلى المنطقة الوسط، وهناك حزب الحركة الشعبية هو حزب بين قوسين ليبرالي، لأن تدخل الملك في الاقتصاد لم يؤدي إلى نشوء ليبرالية وطنية أو برجوازية وطنية. وهذا التحالف ما كان له أن يكون، لأن حزب العدالة والتنمية ظل إلى حدود ما قبل حركة 20 فبراير يعاني من العزلة السياسية، فما كان لهذا التحالف أن يكون لولا هذا الحراك الشعبي، ولولا أن السلطة يعني المخزن المغربي رفع جزءا من وصايتها على المشهد السياسي في المغرب. التحالف المعارض هو الذي تجسد في الحراك الشعبي في المغرب، ويضم باقي الحركات الإسلامية، يقصد العدل والإحسان والبديل الحضاري وحزب الأمة، ويقصد وكذلك تيارات اليسار. هناك الحزب الاشتراكي الموحد، وهناك حزب الطليعة، وهناك النهج الديمقراطي، وهناك كل ما على يسارهم من اليسار. مجالات الاشتغال في هذه التحالفات تمت على أساس تقريبا 4 قضايا بالأساس. كالحراك الشعبي، وفي البداية بدأ جزء من حزب العدالة والتنمية مع هذا الحراك، ولكن سرعان ما أخذ عنه المسافة، فأصبح تحالف العدالة والتنمية ضد النزول إلى الشارع وضد هذا، ومع المسار الذي أعلنه الملك في خطاب يعني بعد أسبوعين تقريبا من 20 فبراير في خطاب 9 من مارس. والمسار الآخر وهو القوة التي كانت تنزل في الشارع، وفي مقدمتها العدل والإحسان إلى جانب باقي مكونات اليسار. خلاصة هذا بعد انسحاب العدل والإحسان بدأ يخفت صوت هذا الحراك الشعبي، بعد أن كان ينزل أسبوعيا في تقريبا بمعدل 70 نقطة أو 70 مدينة أو منطقة في المغرب. المجال الثاني هو الدستور. بعد 9 من مارس الملك أعلن إمكانيات أو ضرورة تعديل الدستور. على هذا المستوى يمكن أن نقول بأن الحراك الشعبي الذي كان يقوده التحالف المعارض نجح بنسبة كبيرة في تحقيق غايته، لأنه جعل الدستور الذي تمت المصادقة عليه في فاتح اليوز دستور أقلية. أعلنت الدولة كعادتها على أن نسبة المشاركة بلغت تقريبا 73%، ولكنها تلاعبت بالأرقام، لأنها احتسبت نسبة 73% من عدد المسجلين، بينما في الحقيقة على أنها نسبة لا تشكل إلا 37% من عدد الذين ينبغي لهم التصويت أو الذين لهم حق التصويت. الأمر الثاني يعني الثالث بعد الحراك الشعبي والدستور الانتخابات، يمكن أن نقول بأن التحالف المعارض نجح إلى حد ما في جعل الانتخابات غير ذات جدوى في المغرب، لأن نسبة المشاركة دائما ليس من عدد المسجلين ولكن من عدد الذين لهم حق التصويت لم تبلغ إلا 24%، وبالتالي أفرزت برلمان أقلية وحكومة غير ذات تمثيلية شعبية. الأمر الرابع وهو الأداء الحكومي. سنجد فعلا بأن هذا التحالف الذي يقوده العدالة والتنمية لحد الآن هو فاشل على مستويات كثيرة في أداء الحكومي. على مستوى شعار إسقاط الفساد ما زلنا أمام اقتصاد الريع وأمام الجمع بين الثروة والسلطة. على مستوى إسقاط الاستبداد، وبغض النظر عن شكل الدستور وعن مضامينه، طرح نقاش في المغرب وهو إمكانية التأويل الديمقراطي لبعض الفصول.
نستطيع أن نقول بأن هناك فشل كبير في التنزيل الديمقراطي لهذا الدستور. على مستوى السيادة الوطنية سنلاحظ بأن هناك خلال هذه العشرة أشهر الأخيرة اختراقا صهيونيا كبيرا للمغرب، يتجلى من خلال ارتفاع رقم المعاملات بين المغرب والكيان الصهيوني، وفي الأنشطة والزيارات التي يقوم بها الصهاينة إلى المغرب، كذلك على مستوى القروض، كذلك على مستوى أن المغرب أصبح متنفسا لدول الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمتها الاقتصادية، وخاصة هناك تنافس الآن بين المغرب وإسبانيا على هذا المستوى. على مستوى التنمية، الاحتجاجات الاجتماعية وتداعيات أزمة اقتصادية كبيرة في المغرب. على مستوى توسيع الحريات، ما زلنا نعاني ظاهرة الاعتقال السياسي في المغرب وقمع التظاهرات. الأفق في المغرب يتضح من خلال، أولا هناك نضج كبير كما قلت، لأن أساس التحالفات ليس هو الدين، ولهذا كما قلت هناك اختراق في التحالفات، سواء على المستوى الموجودين في الحكومة وعلى مستوى الموجودين في المعارضة، بمعنى أن أساس صياغة التحالف في المغرب ليس هو الموقف من الدين أو الدين، ولكن دائما نرجع لنا الاعتبارات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وبالشفافية السياسية أو محاربة الفساد أو محاربة الاستبداد. ثانيا، المشكل الكبير في المغرب هو في استقلالية القرار السياسي للفاعلين السياسيين. من هذا التدخل السياسي والاقتصادي للملك في الحقل السياسي مشكل كبير في صناعة التحالفات وفي استمراريتها ونضج هذه التحالفات وعقلانيتها. الأمر الثالث، إن لم ننتبه جميعا في المغرب كمواطنين وكفاعلين وكباحثين وكذا كذا، فإننا بصدد إعادة إنتاج تجربة التسعينات التي قادها السيد عبد الرحمن اليوسفي. لماذا؟ لأن ما زال هناك إصرار كبير لدى رئيس الحكومة عندنا في المغرب على أن الأمر لا يرتبط بالتعاقد ولكن يرتبط بالثقة، وعلى أن الأمر يرتبط بضرورة بحث عن التوافق وليس بمنطق التدافع والصراع السياسي. وعامل الوقت لا يفترط به، وليس هناك تفكير جدي في الصراع مع السلطة لتغيير الأسس التي بني عليها النظام السياسي في المغرب، وهي أسس بعيدة جدا عن كونه يمكن أن يكون نظاما ديمقراطيا. أسس التحالف في المغرب موجودة بشكل كبير، لأن على مستوى طبيعة وشكل الدولة هناك شبه إجماع لدى كل فاعل سياسي على صيغة الدولة المدنية، ربما في المضمون، ولكن هناك إجماع بالضرورة على أنها نقيض للدولة العسكرية والبوليسية، وعلى أنها نقيض للدولة التيقراطية، وعلى أن للدين دور مهم في الحياة العامة، ولكن نظرة الدين بالرؤية المقاصدية وليس بالرؤية الأحكام وكذا، على أنها لا تعني علمانية متطرفة معادية للدين، وعلى أن آراء الفاعلين السياسيين ذوي المرجعية الإسلامية هي آراء سياسية واجتهادات وليست فتاوي دينية حاسمة. على مستوى شكل النظام السياسي هناك شبه إجماع على أنه نظام ديمقراطي. عندنا النزوعات الجمهورية، وعندنا من يطالب بالملكية البرلمانية، وعندنا من يطالب بالملكية المخزنية، ولكن هناك شبه إجماع على مضمون هذا النظام الديمقراطي، على أنه نظام يفصل بين السلطات ويوازن بينها ويربط السلطة بالمحاسبة، وأساس الاختيار فيه هو الانتخاب، ويحافظ على التداول على السلطة والسيادة الشعبية. هناك شبه إجماع كذلك في المغرب دائما على أن الحرية هي الأصل، وعلى أن وسيلة التنافس هي السلمية،